أهلا ومرحبا بكم. النهاردة بنتعمق في حوار شيق جدا، ممكن يبان بسيط في الأول، لكنه بيفتح لنا باب على جانب يمكن مش كتير يعرفوه عن الفراعنة، وهو علاقتهم بحاجة تشبه بدايات فهم النفس البشرية. والسؤال اللي بيجي على طول من الحوار ده، هل فعلا قدماء المصريين اللي بنوا الأهرامات العظيمة كان عندهم فهم للنفس ومشاكلها؟ وهل حاولوا يلاقوا طرق يتعاملوا بيها؟ خلينا نشوف المصدر ده بيقول إيه بالظبط. فعلا، والمثير أكتر إن الأدلة اللي الحوار بيستند ليها مش بس من الآثار الكبيرة اللي كلنا عارفينها، لا، دي جاية من تفاصيل جوه المعابد ومن برديات طبية وحكمية، كأنها همسات كده عن اهتمامهم بعالم الإنسان الداخلي. طيب، ممكن حد يسأل، وده منطقي زي ما الحوار بيلمح، إزاي نتكلم عن علم نفس في حضارة ما كانش فيها أطباء نفسيين بمفهومنا، وما كانش فيه الأدوية الكيميائية اللي بنستخدمها دلوقتي؟ دي نقطة مهمة، والحوار بيوضحها. ما كانش فيه طبيب نفسي زي دلوقتي، تمام؟ لكن الكهنة في المعابد كانوا بيعملوا أدوار فيها شبه كبير. الحوار بيوصف إزاي الكاهن ما كانش بس دوره ديني، لا، ده كان بيسمع للناس، بيسمع شكواهم، همومهم، ويساعدهم يفسروا أحلامهم اللي كانوا بيعتبروها رسائل مهمة جدا. وحتى زي ما بنفهم من المصدر، بعض المعابد كان فيها أماكن هادية، أماكن مخصصة للتأمل، للهدوء النفسي، زي ما تكون ملاذات للسكينة كده. ده كلام مثير قوي. الموضوع ما كانش مجرد طقوس وبس، كان فيه جانب استماع وعلاج. طب وبالنسبة لرؤيتهم للإنسان نفسه؟ الحوار بيركز على مفهومين أساسيين: الكا والبا. هنا الموضوع بيبدأ يبقى مشوق أكتر. الطاقة اللي مش بتتشاف، اللي بتدي الإنسان الحياة، أقرب لفكرة القرين أو النسخة الأثيرية للشخص. أما البا فدي ممكن نفهمها إنها أقرب للروح، للشخصية اللي بتميز الواحد، وهي الجزء اللي بيقدر يكمل بعد الموت ويتنقل بين عالم الأحياء والأموات. التقسيم ده بيبين إن كان عندهم رؤية متطورة، رؤية لوجود أبعاد تانية للإنسان غير الجسم بس، والحفاظ على توازن الأبعاد دي كان أساسي لصحتهم وسعادتهم. والأكتر بقى اللي فعلا يثير الدهشة حسب الحوار، هو إنهم كانوا مدركين فكرة المعاناة النفسية دي ووثقوها. الحوار بيشير لبردية إيبرس تحديداً، دي واحدة من أقدم وأهم الوثائق الطبية. إزاي وصفت البردية دي حاجات زي الاضطرابات النفسية؟ بردية إيبرس زي ما الحوار بيوضح مش بس أمراض جسمانية، لا خالص، دي بتوصف حالات أصحابها بيعانوا من أعراض زي تقل القلب، وده تعبير ممكن قوي يكون معناه الحزن العميق، وكمان فقدان الشهية والرغبة في العزلة وعدم القدرة على الحركة أو الشغل. الأوصاف دي بصراحة قريبة جدا من اللي بنعرفه النهاردة كأعراض اكتئاب أو حالات نفسية صعبة. الفكرة الأساسية اللي الحوار بيوصلها هي إن المصريين القدماء عرفوا إن النفس بتتعب وتمرض زي الجسم بالظبط. طيب، هم أدركوا المشكلة، بس إزاي يتعاملوا معاها، مع النفس التعبانة دي؟ هنا بقى الحوار بيكشف عن طريقة علاج شاملة ومبكرة بشكل ملفت للنظر. ما اعتمدوش بس على صلوات ودعاء، لا، استخدموا مجموعة وسائل. الحوار بيذكر استخدام أعشاب ليها خصائص مهدئة، والموسيقى الهادية كانوا بيعتقدوا إن ليها تأثير يشفي الروح. موسيقى كمان؟ أيوة، وكمان ممارسات تأمل وتركيز جوه الأماكن المقدسة. ده سبق مفاهيم حديثة زي العلاج بالموسيقى والمايندفولنس بآلاف السنين. والأهم زي ما الحوار بيأكد هو فهمهم العميق للعلاقة بين العقل والجسم. كانوا مؤمنين إن سلامة النفس شرط لسلامة الجسم. النهج الشامل ده هو ده اللي فعلا يثير الإعجاب. يبقى الصورة اللي الحوار ده بيرسمها لنا بتتجاوز بكتير فكرة إنهم مجرد ناس بنوا أهرامات ومعابد وخلاص. لأ، ده شعب اهتم بعمق بالعالم الداخلي للإنسان، وحاول بجد يفهم النفس ويعالج ألمها بالوسائل اللي كانت متاحة وقتها. طلعوا فعلا فاهمين قوي. بالظبط. لو حبينا نلخص النقط الأساسية من الحوار ده، أولاً، المصريين القدماء كان عندهم نظرة متكاملة للإنسان، جسد وعقل وروح زي الكا والبا. ثانياً، ما تجاهلوش المعاناة النفسية، لا، اعترفوا بيها ووصفوها بدقة غريبة في كتاباتهم. ثالثاً، طوروا طرق علاج مبكرة بتجمع بين الروحانيات واستخدام الطبيعة زي الأعشاب وتقنيات استرخاء زي الموسيقى والتأمل.
ولو ربطنا ده كله بالصورة الكبيرة لتاريخ الفكر الإنساني، بنشوف هنا جذور قديمة قوي للطب النفسي والاهتمام بالصحة العقلية. وضح إن التفكير في أهمية العالم الداخلي وصحة النفس وإننا لازم نراعيها ده مش اهتمام جديد بتاع دلوقتي، لأ، ده جزء أصيل من التجربة الإنسانية من زمان قوي. يعني إيه كل ده؟ يعني تقدير الذات الداخلية والعناية بيها ليه جذور أعمق بكتير مما كنا فاكرين. والحوار بيختم بفكرة مهمة قوي بتدعو للتفكير، إننا لما نقرأ تاريخ أجدادنا دول ونفهم رؤيتهم للعالم الداخلي، ده مش بس بيعلمنا عن الماضي، لأ، ده ممكن يعلمنا حاجة مهمة عن نفسنا النهاردة. وده بيطرح سؤال صداه مكمل معانا: يا ترى في حكم قديمة تانية عن العقل البشري والنفس ممكن نكون نسيناها أو تجاهلناها في زحمة عالمنا دلوقتي؟ سؤال فعلا يستحق نتأمل فيه.